الفيديو ده هتعرف ازاي انا رحت من الشكل ده للشكل ده في شهر واحد، زدت 10 كيلو. هتعرف ازاي انت كمان ممكن تزيد الوزن ده، من ازاي تحسب السعرات الحرارية لنظام التمرين، للنظام الغذائي، للمكملات اللي هتحتاجها، لحتى الادوات اللي هتحتاجها في الجيم. الفيديو ده هيكون شامل، هيكون حتى مسنود ببحوث ودراسات، وكلهم هيكونوا في الوصف. فيلا نبدأ مع احسن خطة الشاملة لزيادة الوزن على اليوتيوب. بس من البداية كده حبيت أوضح حاجة على السريع. أنا جسمي مش أحسن جسم، أنا لسه قدامي مشوار طويل. أنا جسمي حتى ما يتقارنش بالفتنس انفلونسرز، واحد زي انفورما، كي جي، فرج ماوي، اوليفر توتي. كل دول ناس عالية قوي وانا جسمي ما يتقارنش بيهم. فليه مثلا تسمعني انا وليه تشوف الفيديو ده مادام هم موجودين؟ الفكرة ان في حاجة انا بعرف اعملها، انا بعرف ازيد وزن. انا كنت 30 كيلو، ولد بيموت حرفيا. بص على الصورة دي، صعبت عليك؟ حاسس عايز تحط 5 جنيه في جيبي؟ ها. ووصلت لده، زدت 20 كيلو في 3 شهور. وبعدين نزلت وزن تاني وعرفت اروح من 50 كيلو، من 54 كيلو ل 64 كيلو في الصورة دي. ففي حاجة انا بعملها احسن من اي حد، انا بعرف ازيد وزن. وانا هديك الخطة الكاملة. فلو سمعت الفيديو ده، اتفرجت على الفيديو ده، حبايبنا بتوع الشرقية، لو اتفرجت على الفيديو ده واتبعت الخطة كاملة، كل اللي انا هقولك عليه هتعرف تزيد وزن زي ما انا عملت بالظبط. وبالمناسبة لازم تشوف انفورما وكي جي، دول عمالقة المجال يعني. اول حاجة هنتكلم عليها دلوقتي هو نظام التمرين. انا اخترت نظام ابر لور، وهقولك ليه. بس اول حاجة انت تتمرن 4 ايام في الاسبوع. مع ان الناس ممكن تبدأ متحمسة، انا عايز ابدأ اكتر 6 ايام. لا، انت كل ما تخلي الموضوع سهل كل ما هتقدر تعمله. فأربع أيام وهتتحسن أحسن من واحد بيروح 6 أيام في الجيم. وأنا هشرح لك علميا إزاي ده هيحصل. بس أول حاجة إحنا هيبقى عندنا upper، بعدين اللور اللي هو الجسم العلوي في يوم، بعدين الجسم السفلي في يوم، بعدين هنستريح يوم، بعدين الجسم العلوي في يوم، الجسم السفلي في يوم، وهنستريح وهكذا نكون خلصنا أسبوع. ونستمر على كده بقى. طيب أنا ليه اخترت الأبر لور؟ ما اخترتش حاجة زي البوش بول ليجز أو برو سبليت او الفول بادي. البرو سبليت بالمناسبه دي اكتر نظام تمرين بيديك كوتشات في مصر، مع انه علميا الاقل فعاليه في بناء العضلات. وانا هشرح لك ازاي دلوقتي. فخلينا نبدا بالبرو سبليت. هشرح لك على السريع. البرو سبليت بتتمرن عضله في اليوم. فبتبدا مثلا ب صدر، ظهر، كتف، ايد، رجل، يوم زيادة او يومين راحة، وهكذا وتستمر. شايف المشكلة في التمرين ده ان انت بتتمرن العضلة يوم واحد، فمهما كسرتها في حد لتكسير العضلات. انت عارف طبعا، مش عايز اشرح لك ازاي العضلات بتتبني. انت بتروح الجيم بتكسرها وبعدين بتاكل فبتمليها، بتبقى اقوى واحسن واكبر. فان انت في حد للتكسير، فمهما انت ممكن تلعب 7 تمارين صدر ومش عارف ايه وبتاع، انت هتكسره بس هيتبني مرة واحدة بس. ففي حد للتكسير، فمش فعال. لكن احنا لما نعمل upper lower، احنا بنعمل حاجة، احنا بنكسر في يوم، بنلعب كل الجسم فبنكسر كل الجسم، وبعدين بناكل يومين فالجسم كله بيتبني، وبعدين بناخد راحة ونتمرن تاني والجسم بيتكسر تاني ويتبني تاني. فانت بتتبني مرتين في الاسبوع مقارنة بان انت بتتبني مرة واحدة في الاسبوع. فيعني تقنيا هيكون عندك ضعف الجينز، الضعف العضلات اللي هتاخدها من حاجه زي البرو سبليت. واحد هيكون فاهم يقولك الفول بادي، ما الفول بادي نفس الموضوع. الفول بادي مش قوي. انا فعلا اول ما بدات اتمرنت بفول بادي، والفول بادي خرافي. بس الابر لور مخصص اكتر عشان عضلات الرجل كتير، وانت لازم تتمرن رجل عشان الرجل فيها حاجه عضله نفس الكوادز، الفخذ اللي هي أكبر عضلة في الجسم. فلما تتمرنها بتزيد إنتاج التستوستيرون في جسمك كله بيكبر، ودي حاجة احنا محتاجينها لو احنا عايزين نزيد 10 كيلو في الشهر. طيب احنا اخترنا السبليت أبر لور، بس لسه في تمارين بقى هنعمل ايه؟ فأنا استخدمت نظام تمرين لواحد اسمه جيمس كريجر. نظام تمرين خرافي، من أفضل أنظمة التمرين على الإنترنت. وحطيته لك، بدل ما انا هحط لك جدول زي الناس ما بتعمل، احط لك جدول واشرح لك التمارين. انا عملت لك حاجه لطيفه.
في الوصف هتلاقي رابط تطبيق اسمه هيفي. تطبيق هيفي ده بيسمح لك ان انت تحط روتين وتبدأه لما تروح الجيم وتمشي على التمارين وتسجل العدات وتسجل التمارين. فانا هحط لك رابط التطبيق وهحط لك برضو رابط التمارين. فانت هتحمل التطبيق وتروح على الروابط تدوس عليها، نزلت نظام التمرين عندك في التليفون وتقدر تبدأ فيه على طول. بالمناسبة شكرا لهيفي على رعايتهم الفيديو ده. فهيفي زي ما انا قلت تطبيق رهيب وبيسمح لك برضو ان انت تشوف استنى يا اسطى، انت بجد افتكرت ان هيفي عامل لي سبونسر؟ احنا لسه 900 مشترك يا اسطى فوق بس مش مشكلة يعني، احنا لسه طالعين. اخر مرة كنا 150 مشترك وقلت بالصدفة اعمل اشتراك واكتب انت رقم كام عشان نشوف، عشان تبقى معايا من الاول. ووصلنا 900، ضاعفنا كتير قوي. فشكرا قوي يا رجالة. ولسه خلينا على الخطة دي. اكتب انت المشترك رقم كام ونشوف هنوصل لكام مع الفيديو ده. فالمهم زي ما قلت لك، ادخل على الرابط، ادخل على الديسكريبشن، هتلاقي رابط التطبيق ورابط نظام التمرين. ادخل عليه هيتثبت عندك وبس. وفرت عليك على ان انت تسجل التمرين، فبحبك يعني. طيب المهم خليني اوصف لك نظام التمرين بتاعنا اللي هو جيمس كريجر ابر لور ده بيشتغل ازاي. انت عندك 4 ايام فيهم تمارين مختلفة. ابر A لور A استراحة، ابر B لور B. طيب انت هتروح تتمرن بنفس الطريقة اللي انا وصفتها. زي ما قلت لك انا مش متخصص. او ماي جاد، I forgot the LED. But it was good. Like, it's not that bad. طيب يا صاحبي سامحني ان انا نسيت ال LED. Our director is not good enough. Dude, just focus on the thing. Dude, come on. I'm not watching you speaking Arabic for like hours. It's not ours. Anyways, anywho. So عندنا ال director behind the camera Luan. I will rotate the camera when I can. But so عندنا اول حاجه الابر ايه. انا هوصف لك التمرين زي ما قلت لك، انا مش احسن واحد نفس انفورما يديك الفورم احسن بكتير. فانا همشي لك على التمارين بسرعه واقول لك ازاي توصل لهم يعني مع باقي التمارين. اول تمرين عندنا البنش بريس. هنلعب 4 مجاميع من 8 ل 10 عدات ووقت الراحه 3 دقايق. تاني حاجه هتعملها عقله، اكتر عدات نقدر عليها. لو ما تقدرش تعمل عقله روح للاسيستد، ومع الوقت نزل الوزن لغايه ما تعرف تعمل عقله. 3 مجاميع اشطر عدات تقدر عليها بالفشل العضلي. تالت حاجه الفراشه او الشيست فلاي. هنلعب 3 مجاميع من 8 ل 10 عدات وقت الراحه 2 دقيقة. رابع حاجه هنلعب ترايسبس بوش داون، وهنلعبهم ب3 مجاميع برضو من 8 ل 10 عدات وقت الراحة 2 دقيقة. بلا بلا بلا. بالمناسبة الترايسبس بتشكل تلتين لوان. ترايسبس makes up 2/3 of the arm. It's the biggest part of the arm. Yeah, if you want to have volume on it. I'm a math guy. Tell me numbers. It's 2/3 I of don't the know arm. the numbers, but just say that it's the biggest part of the arm, and if you want. It's about 66% of the arm. So if you want to get لو you got me speaking in English. فلو عايز تتمرن تخلي دراعك كبير تركز على الترايسبس. خامس حاجة عندنا الدمبل رو. التمرين ده من أفضل التمارين للظهر. هنلعب 3 مجاميع وممكن أنصحك تحط 4 مجاميع كمان من 8 ل 10 عدات وقت الراحة 3 دقايق. التمرين ده لازم تشيل فيه أوزان. سادس تمرين هو البايسب كير بالبار. تلعب بايسب كير 3 مجاميع 18 عدات. تمرين سهل 2 دقيقة راحة. وبعدين عندك التمرين المفضل في الجيم كله. Luan focus on this. التمرين الأفضل The Egyptian lateral raise. انت تعرف انت تسمع انت تتمرن التمرين ده وتشغل بشرة خير يعني. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال. المهم كل التمارين اللي قلناها دي هتبقى عندك في التطبيق. فانا اقول لك انا بص، انا يا ريت انا عندي الطاقه الكافيه وعندي الفورم المناسب، بس انا بعرف ايه الحاجات اللي بعرف اعملها واللي ما بعرفش اعملها. واحد نفس انفورما هيبقى احسن مني بكتير. فانا انصحك ان انت تشوف التمرين في التطبيق، تبحث عن اسمه عند انفورما،
تكتب اسم التمرين وتكتب انفورما، وفي الاغلب هتلاقي فيديو شورت هو بيوصف لك ازاي تتمرنه. لما تشوف كده هتلعب فورم مثالي، وهيبقى احسن حاجه ان انت تزيد وزن. انا لسه ما اقدرش اوصف لك الفورم المثالي، عشان انا حتى بيبقى عندي مشاكل في الفورم. مهما كنت متطور انت لسه برضو في تمارين هتبقى الفورم بتاعك فيه ضيق سيء، عشان بس يعني مثلا مرونة أو حاجة كده. يعني دلوقتي هنخش على الأكل والنظام الغذائي. فأول حاجة لازم تعرفها، لازم تعرف أنت محتاج كام سعرة. طيب يا رجالة، في رابط في الوصف هديهولكم هيدخلكم على الصفحة دي. الصفحة دي بتعمل ايه؟ بتحسب السعرات اللي انت محتاجها. فهنحط العمر 19. بالمناسبة اختار المتريك سيستم عشان تستخدم الكيلوجرام، ما تستخدمش الباوند والعبط ده. فالمتريك سيستم 19 سنة. انا في الحقيقة 195 سنتي يعني، بس عشان اغراض الفيديو احط نفسي 173. لا يا رجالة 173 عادي. المهم وزني 64 دلوقتي. هتتمرن من 4 ل5 ايام. قشطة. كالكوليت. طيب اداني 2390 المينتين ويت، ده معناه الوزن اللي انت محتاجه عشان تفضل على ثابت على نفس الوزن. فاحنا عايزين نزيد، فهنضيف على الوزن ده 500. فبدل ما احنا 2390 هنبقى 2890 بس. ده مخصص ليا. في الرابط في الوصف احسب انت محتاج كام وضيف عليه 500، وكده وصلنا للسعرات اللي احنا محتاجينها. طيب بعد ما حسبت انت محتاج كام سعرة، تعال اشرح لك اصلا ايه هي السعرات الحرارية. انت ممكن تكون سمعت الكلام ده كتير بس ما تعرفش ايه هي. السعرات الحرارية ده وقود الجسم. فانت لما تاكل اي حاجة، انت الاكل هو الوقود بتاعنا. كمية السعرات الحرارية اللي فيه هي اللي بتحدد انت هتزيد وزن ولا لا. ان انت تزيد وزن ان انت تاكل سعرات اكتر ما بتصرف، دي البساطة. وان انت تخس ان انت تاخد سعرات اقل من ان انت تستخدمها يعني. فكده بتخس وكده بتزيد. بس احنا تركيزنا على الزيادة في الفيديو ده. زي ما انت شفت في الفيديو اللي وصفنا فيه ازاي بتحسب سعراتك، احنا هيبقى عندنا فائض 500، فده هيخليك تزيد. ازاي بقى تتراك، ازاي تتتبع استهلاكك والكالوريز اللي انت بتاخدها؟ في تطبيق اسمه ماي فيتنس بال. تقدر تدخل تبحث مثلا انا عايز اكل موزة، اخدت الموزة، ادخل على التطبيق اشوف الموزة فيها كام سعرة واضيفها وهو بيتراك. بس يعني انت ما تحاولش تضغط نفسك وتقول انا هتراك مش عارف ايه، عشان كل ما خليت الموضوع اصعب كل ما انت هتلتزم بيه اقل. فخلي الموضوع سهل. ورا اي حاجة بتاكلها بيبقى مكتوب السعرات وبيبقى مكتوب البروتين في الليبل. فبس بقى بص على الحاجات دي وبس، عشان تبقى عندك فكرة. مش لازم توصل بالظبط. ممكن يوم تاكل مثلا 2500 سعرة. لو انت بتزيد فائض عادي، زدت اكتر زدت اقل، بس على الاقل دايما تتأكد ان انت تكون فائض. زدت ب 100 كالوري ولا ب 500 الافضل ال 500 كالوري. بس زدت 100 كالوري مش مشكلة برضو، انت لسه بتزيد يعني. حاول تقسم الاكل بتاعك ل5 وجبات، عشان انت عارف الجسم ما انا مش متأكد من المعلومة دي، والمعلومة دي قالها لي دكتور والله. قال لي ان انت الجسم بتاعك بيقدر يستهلك او يقدر يمتص 30 جرام بروتين بس في الوجبة. انا ما شفتش دراسة بتقول كده، بس يعني دكتور وهنا في الجامعة ما انا واثق فيه الى حد ما. بيقول لك 30 جرام في الوجبة. فحاول تقسم وجباتك ل5 مرات وكل كتير. حاول تاكل كتير يعني. ممكن تقسم 5 مرات، بس مثلا لو اليوم كان مزنوق وانت معرفتش تاكل عادي، اخر وجبة كل اكتر ما تقدر، كل لغاية ما تتعشر. انا فاكر والله يعني. بالمناسبة تحية لاخويا الامريكي كيلب، هو عارفين اخويا الامريكي. كنت في الاجازة الشتاء معاه. كنا بناكل اكل مش طبيعي، كنا بنموت حرفيا. كان الواحد يعني مش يعني. الحمد لله ان انا عندي شطافة والله، بس مش موضوعنا. المهم ازاي تحسب احتياجك للبروتين. تحسب احتياجك للبروتين بطريقة تجيب وزنك. هو احتياجك للبروتين هو وزنك بالباوند. فازاي تحول وزنك لوزنك بالباوند؟ ممكن تبحث على جوجل تقول وزن بالباوند وتنقل وبس كده تعرف. بس الطريقة التانية ان انت تضرب وزنك بالكيلو في 2.2 وهتجي لك وزنك بالباوند. فزي ما انت شفت انا 140، انا وزني 64،
140.8، فانا المفروض اخد 141 جرام بروتين في اليوم. وانت زي ما انت عارف البروتين ده هو اساس بناء العضلات، فعشان تبني عضلات لازم بروتين، فحاول دايما تدخل احتياجك اليومي للبروتين. وغير كده لازم تاكل اكل فيه سعرات كتير، نفس الرز البني، نفس المكرونة دي حرفيا تشيت كود. المكرونة دي غش حرفيا، تقدر تاكل، سهلة ان انت تعملها وتقدر تاكل منها كتير ومليانة سعرات. وبرضو زبدة الفول السوداني، في ناس تقولك حاول تاخد معلقة من زبدة الفول السوداني في اليوم، والمعلقة سعراتها كتير وفيها بروتين، فتاخد معلقة على تاخد أكتر من معلقة على أوقات متفرعة، يعني في نص كل 3 ساعات ولا حاجة تاخد لك معلقة. ده هيخليك تزيد وزن بطريقة مش طبيعية. وبرضو المكسرات مليانة وزن، مليانة سعرات، فهتخليك تزيد. والعيش البني، اي حاجه بنيه زي ما انا قلت، الرز البني، العيش البني، اي حاجه بنيه بيبقى فيها سعرات اكتر، فركز على الحاجات دي وبس. يعني انت زي ما قلت لك تقدر تبحث على سعرات الحاجه، حاول تاكل حاجات فيها سعرات كتير عشان توصل للحد وتوصل لاحتياجك اليومي للبروتين. اشرب ميه كتير. في دراسه نشرت من Journal of International Society Sport and Nutrition اثبتت ان شرب الميه بيزود الطاقه وبيحسن الشفاء في العضلي، فحاول تشرب ميه كتير. بس اول حاجه ما تشربش ميه قبل ما تتمرن على طول، او ما تشربش ميه كتير جوه التمرين، بس عشان الدم ما يروحش من العضلات للهضم. وما تشربش ميه كتير قبل اي وجبه عشان انت كده بتاخد مساحه من الاكل. بس حاول تفرق بطريقه معينه، دايما يبقى معاك ازازه ميه، حاول تشرب ميه على قد ما تقدر وتبعدهم عن وقت الاكل ووقت التمرين. بس ده مش معناه ان انت ما تشربش وانت بتتمرن، لا عادي اشرب وانت بتتمرن، بس ما تشربش كتير. بس نروح على الثالث حاجة، واللي هي بتعمل قلق لناس كتير، اللي هي المكملات. من البداية كده لازم تعرف الفرق بين المكملات والهرمونات. خلينا نبدأ بالمكملات. المكملات دي عناصر موجودة في الأكل زي الفيتامينات، فيتامين سي، الحاجات دي موجودة في البرتقال. انا مش هعرف اتكلم بعد كلمة البرتقال دي. فالمكملات دي حاجات بتبقى في الاكل، فانت مثلا لو محدش بياكل البرتقانة كل يوم، محدش بياكل كل السلطات والفواكه كل يوم ويدخل كل الفيتامينات اللي هو محتاجها، فالمكملات دي بتبقى حاجات في الاكل وانت بتاخدها، ممكن تاخدها كمكمل بس مش هتضرك، فبتبقى نفسها مستخلصة من الأكل. وفي حاجة تانية اسمها الهرمونات. الفرق بين المكملات والهرمونات، الهرمونات دي مواد كيميائية بيفرزها الجسم من الغدد. الناس اللي في ثانوي المفروض عارفين الكلام ده. فهرمون النمو، تستوستيرون، الحاجات اللي الناس بتاخدها، سارمز الترند، انت لما تاخدها من بره بحقن ده بيخرب التوازن الهرموني بتاع الجسم. فصح ممكن تبني عضلات كتير بس بتحصل لك مشاكل كتير، واحنا هنا كل الموضوع طبيعي. يعني زي ما قلت لك انا مش فيتنس انفلونسر، انا طالب عندي 3 تخصصات، فيا دوبك اقدر اروح الجيم. طيب احنا في الفيديو ده تخصصنا زي ما قلت هنتكلم عن المكملات. طيب اول مكمل انت محتاجه حاجه اسمها مالتي فيتامين. انا ما اعرفش ايه المالتي فيتامينز الكويسين في مصر ولا في الكويت ولا في العراق ولا في الاماكن دي، فانا هقول لك روح للصيدليه قول له عمرك، وقول له هو هيشوف انت ولد ولا بنت، وهيقول لك ايه، هيديك مالتي فيتامين كويس. المالتي فيتامين ده بيبقى زي ما من اسمه بيبقى مكمل فيه فيتامينات كتير. بدل ما انت تقدر تبقى محتاج تاكل فواكه كتير وسلطات كتير في اليوم، المالتي فيتامين ده هيديك احتياجك اللي يخليك تبني عضلات ويخليك صحي. تاني حاجة انت محتاج اوميجا 3. مش محدش فينا بياكل سمك كل يوم، انا نفسي ما بحبش السمك، فانت محتاج زيت السمك ده للنمو. فالاوميجا 3 ده عبارة عن زيت السمك، ما حدش بياكلوا سمك كل يوم، فانت لازم تاخده كمكمل، او ده اللي انا عملته. فخد لك اوميجا 3 حبتين في اليوم بيبقى مناسب. روح للصيدليه قول له انا عايز اوميجا 3 وهيديها لك. تالت حاجه دلوقتي وهنخش في التقيل، الحاجات اللي بتعمل قلق للناس، الكرياتين. انت لازم تاخد كرياتين. اول حاجه بص، خليني انا عارف ان انت بتصدقني وواثق فيا وانا مش هقول لك حاجه تضرك، بس مثلا الست الوالده ممكن ما توافقش يعني، فادي التليفون دلوقتي للست الوالده خليني اكلمها، انا هفضل مستني. طيب يا ابني قلت لك جيب الست الوالده مش اختك الكبيره، يعني ما عنديش وقت، في وقت للتصوير وعندي واجب. دي
ست الوالدة. طب والله صغيرة والله محلوة يا حاجة. المهم يا ست الحبايب بدون هزار، ال... ابنك يعني، وخلي بالك ابنك عايز ياخد كرياتين، بس اسمعي، الكرياتين ده مكمل، اكتر مكمل اتعمل عليه دراسات. المكمل ده اتعمل عليه 800 دراسة وكلها اثبتت ان هو امن. المكمل ده بيزود بناء العضلات بالثلث. يعني مثلا اللي هتبنيه في 5 شهور بالكرياتين هتبنيه في 3 شهور ونص. فيعني المكمل ده لازم. انا هقول لك يا حاجه الكرياتين ده بيعمل ايه. وبالمناسبه الجامعه اللي انا فيها University of Kentucky عملت دراستين عن الكرياتين. واحده اثبتت ان هو بيأثر ايجابيا على الدماغ. ثاني حاجة اثبتت ان هو بيأثر على الاداء الرياضي في التمارين واي رياضة بقى، سواء كورة سواء اي حاجة. فهو لو انت رياضي انت محتاج تاخد كرياتين حتى لو مش بترفع اثقال. بس المهم اكمل لك يا حاجة. فالكرياتين ده في حاجة بيعمل حاجة اسمها، لما تاخده بيعمل حاجة اسمها ATP. ال ATP ده هو وقود العضلات. ابنك اللي قاعد جنبك ده المفروض في ثانوي، المفروض عارف ايه هو ال ATP. لو مش عارف ايه ال ATP قلتوش كف عشان هو هيسقط، بس مش مهم. ال ATP ده هو وقود العضلات. فالكرياتين بيملي مخازن الوقود بتاع العضلات، فتقدر تزقها على قد ما تقدر تعصر العضلة فعلا، تطلع كل القوة اللي فيها. فلما تطلع كل القوة اللي فيها بتنمو أحسن. وبرضه الكرياتين بيحط لك مية في العضلات، وانت عارف انت العضلات اصلا معمولة من مية وبروتين والياف وكده. فان هو يكون في مية في العضلات ده بغير ان هو بيديك حجم على طول، غير ان هو بيخليك زي ما قلت الطاقة بتاعتك اكبر ووظائف الدماغية افضل. فالمكمل ده لازم تاخده. طيب انت يا حاجة قلتي الكلام ده حلو وكل حاجة، يبقى ماشي. انت مش قلت المكمل ده بيبقى حاجات في الاكل؟ خلينا ناخده من الاكل. طيب بصي حاجة براحتك، انا ما عنديش حاجة، بس انا بقولك الكرياتين ده ارخص مكمل. بس يعني عشان تاخديه من الاكل يعني انت محتاجة، ودي دراسة على فكرة، انت محتاج 1 كيلو و100 جرام لحم بقري صافي عشان تدخل 5 جرام كرياتين. 5 جرام، تعرف 5 جرام اللي هو سكوب قد كده اللي هو بيبقى المكمل. ال 200 جرام بحوالي 20-30 دولار. المهم فيا براحتك يا حاجة، لو عايزة تشتري لابنك 1100 جرام لحم بقري كل يوم عشان ياكله براحتك. بس يعني زي ما قلت لك يعني وبس. يعني بالمناسبة انا مصطفى مهدي، انا صديق ابنك بس. يلا طيب المكمل اللي بعده اللي الناس بتعمل عليه قلق شوية، بس مش نفس الكرياتين، او هو نفس قلق الكرياتين، بس هو يعني واضح. البروتين، اكل البروتين. انت هتاخد بروتين يا اما من الاكل، يا اما لو مش هتعرف تدخل احتياجك اللي احنا حسبناه فوق قصدي قبل في الفيديو. المهم لو مش هتعرف تدخل احتياجك اللي احنا حسبناه، تبقى تقدر تاخده مكمل. بس بيني وبينك يعني ما تتدلعش، يعني تحاول تدخله بالاكل. وطبعا زي ما قلت لك مكمل طبيعي ما فيهوش مشاكل. انت ممكن تكون محتاجه وممكن ما تكونش محتاجه، مش مهم قوي، مش نفس الكرياتين. بس يعني في مكمل انا اخدته اسمه سيريس ماس، هو عباره عن ماس جينر، بيبقى فيه بروتين وفيه كرياتين. فهو مكمل جوكر مليان كل حاجه. بيبقى مشروب، بيبقى بودرة بتتعمل مشروب، بيبقى كأنه حليب بودرة بيتعمل مشروب، بيبقى حوالي 1250 سعرة. فده بيساعدني ادخل السعرات، وبيبقى فيه 60 جرام بروتين، وبيبقى حتى فيه 5 جرام كرياتين. فده بيساعدني ابني. بس مشكلته ان هو غالي وبرضه مليان سكر. فلو انت رياضي قوي مش صح ان انت تاخد كمية السكر اللي فيه ده، هو بس مشكلته السكر. فالسكر كل الكربوهيدرات اللي فيه عبارة عن سكر. فلما تاخده لو انت رفيع وبتاخده هيبقى كويس عليك. لكن لو انت مش رفيع وبتاخده هيزودك دهون شوية. يعني انا بقولك استخدمه بحذر. بس مشكلته ان هو غالي. ال 16 سيرف بحوالي 80 دولار، ال 16 سكوب، فمش مستاهل قوي. بس انت زي ما قلت لك تقدر تعمله بالاكل والمكسرات والحاجات دي. دلوقتي ندخل على النصايح المهمة. اول حاجة حاول تروح جيم قريب منك.
الجيم ان هو قريب منك هيسهل لك الموضوع، عشان الموضوع في دماغك ما يبقاش انا لسه هروح الجيم لسه همشي مش عارف ايه، ولو الدنيا بتمطر تقول لا لا بعدين، ولا تقول اخد مواصلات وحشرة وزنق ويا اسطى وعلى جنب وما يسمعكش. بدل كل ده حاول تختار جيم قريب منك، حتى لو اسوأ حاول تختار جيم قريب منك، وحاول تجيب واحد معاك، خلي يبقى عندك واحد صاحبك. انا بالمناسبة عندي احترام شديد للجيم بروز القدام، براء ومصعب، صح انا معايا لوان دلوقتي بس يعني لسه هم في القلب، ومحمود اكرامي ورضا ده ارجل واحد انا اعرفه في حياتي، وابراهيم ايمن، علي فكري، كل دول في القلب حرفيا. وحشتوني يا رجاله، متاكد ان هم بيشوفوا يعني عشان بيحبوني اكيد بيشوفوا. فشكرا يا رجاله، وهم دول كانوا الجيم بروز. حاول دايما تلاقي فريق تروح معاه، عشان وقتها كلكم هتروحوا وكلكم هتحاولوا تحاسبوا بعض. لو واحد ما راحش هتقولوا لا انت ليه ما رحتش مش عارف ايه، فده هيحسن وهيخليك دايما تروح الجيم وهتتعود. وبرضه حاول تعمل صحاب كتير في الجيم. يعني انا في الجيم بتاعي سكاي جيم، يعني الكابتن بتاعي كان راجل اقسم بالله في القلب، كابتن خالد وحتى كابتن محمد، وقابلت في الجيم ناس عظيمه نفس. طيب انا رحت في المونتاج دلوقتي، افتكرت ان انا اصور الحته دي عشان ادي كل ده ويحق حقه، واقول لكم اهميه ان انتوا تعملوا صحاب في الجيم. الجيم هتلاقوا فيه احسن ناس، تلاقوا فيه ناس يا اما وصلت لاعلى الاماكن في الحياه او هتوصل لاعلى الاماكن في الحياه، لان الناس اللي في الجيم دول ناس بتحاول توصل لاحسن نسخه من نفسهم. انا في الجيم قابلت لوا صالح مطر العنزي، وحتى هو اللي جايب لي الكات ده، عشان كده رحت غيرته. حتى جاب لي جزمه معايا من سنتين. انا طبعا بقول لكم ده لما رحت الجيم لما كنت 30 كيلو وطلعت 20 كيلو، بس انا لا بتاع تاني. استنى اجيب لكم الجزمه جاي تاني. جاب لي الجزمه دي ولسه معايا لغايه دلوقتي، اقسم بالله يعني. بس عشان تعرفوا ان في الجيم انتوا دايما هتقابلوا احسن ناس وهتعملوا احسن صداقات، ناس عظيمه. انا فعلا ممتن لكل الناس اللي عرفتهم في الجيم، وعمران ويعني حاجه فخمه. فما تنسوش تعملوا صحاب في الجيم، عشان دول بعيدا عن ان هو الشبكه هتساعدك، غير ان هم دايما بتبقى ناس عظيمه وناس وصلت لاعلى الاماكن في الحياه. بالمناسبه ايه رايكم شايفين التيشيرت بايه؟ المهم يا رجال كنت لابس هودي كل الفيديو يعني، فلازم شكلي ان انا واحد مش بيتكلم على الجيم، فلازم اطلع شويه انت فاهم. بس يعني عظمه يعني. فحاول تتعرف على ناس في الجيم، عشان حتى لما تروح الجيم تبقى متحمس تشوف الناس اللي انت بتحبها وتتكلم معاهم وكده. وبس حاول تتمرن اكتر ما تتكلم. يعني انا عندي مشكله انا بتكلم كتير بس مش موضوعنا. تالت حاجة بقى نخش على الحاجات التقنية في التمرين اللي اثبتت بدراسات، وبرضه زي ما قلت كل الدراسات هتكون في الوصف. اثبتت بدراسات حاول تتمرن للفشل العضلي دايما. وزي ما انا قلت التطبيق اللي انا استخدمته فوق هيفي ده تطبيق ممتاز عشان تعمل الموضوع ده. ازاي؟ هيفي بيخليك تقدر تشوف انت عملت كام عدة وكام مجموعة وكام وزن. فدايما حاول تزود عدة، مش لازم تزود الوزن دايما. في ناس تقولك حاول تزود كيلو كل مرة على كل تمرين، لا حاول تزود. يعني مثلا العب ب8 عدات، اوصل لغاية 10 عدات، روح تاني لغاية ما توصل 12 عدة. لما توصل 12 عدة بقى انقل للوزن اللي بعده، حاول تعمل بيه 8 عدات وهكذا. بس اهم حاجة ان انت كل يوم كل مرة بتروح الجيم يا اما بتزود العدات يا اما بتزود الوزن. ده انت كده بتعمل حاجة اسمها progressive overload، اللي هي الطريقة الاكثر فعالية لبناء العضلات بالدراسات كتيرة قوي يعني. فلازم دي اهم حاجة تعملها للبناء العضلي ولزيادة الوزن. لازم برضه اول حاجة شوف لك وزن انت مستريح بيه تقدر تعمل بيه 8 عدات ممتازين تمام. زي ما قلت لك اوصل 10 12 بعدين الوزن اللي بعده وهكذا لغاية ما توصل لغاية ما تزيد اللي انت محتاجه. بالمناسبة كلنا بيجيلنا ايام سيئة، فما تزعلش لو معرفتش تجيب عدات اكتر. المهم ان انت لو بتوصل للفشل العضلي فانت كده بتتحسن. ممكن يوم انت ما نمتش كويس، او بالمناسبة لازم تنام 8 ساعات على الاقل، ده الاهم. انت عضلاتك بتتبني وانت نايم، فانت لو ما بتنامش عضلاتك مش هتتبني. يوم ما اكلتش كويس، يوم اكلت قبل ما تروح الجيم على طول. بالمناسبة لازم تاكل ساعتين قبل الجيم، او تشرب مية برضو ساعتين عشان تتهضم كليا، عشان ما ترجعش في الجيم بالمناسبة.
فيعني ممكن يوم انت ما اكلتش كويس او اكلت قبل ما تروح الجيم على طول، فعادي ايام ده تطور وده تطور برضه، فمش مشكلة قوي، ما تعمل لناش قلق وانت بتتحسن بالتدريج. طيب المهم اخر حاجة نتكلم عليها النهاردة الاكسسوارات. فاول حاجة انا قلت لك عليها حاول تشرب مية كتير، فحاول تجيب حاجة نفس دي، ازازة مية. اجيب لك ازازة مية بلاستيك عادي بس تبقى معاك. احسن طريقة ان انت تشرب مية كتير ان انت دايما يبقى معاك ازازة مية. لما دايما يبقى معاك ازازة مية تشرب مية كتير. ده التريك. حاول يبقى دايما معاك ازازة مية. ده اكسسوارات انت مش محتاجها بس يعني هتبقى مفيدة. و سيبك من الجوانتيات وشغل المدلعين ده، اللي هو من اكتر الحاجات الممتعه في الجيم لما يجي لك اللي هم الليفتنج مارس اللي هو تحت صوابع دول. هم مش باينين قوي في الكاميرا بس يعني لو حسست عليهم بيكونوا واضحين. دي من اكتر الحاجات الممتعه لما تسلم على واحد وايدك تبقى ناشفه كده تحس عظمه. المهم وبرضه لوان can you throw the straps to me. Yep. فحاجة تانية غير الجوانت دماس. حاول تجيب لك حاجة نفس دي. فايه ده ستراب بيتلبس ازاي؟ ماي راس. ها؟ You should tie it before. بس عشان نوريهم ازاي يعملوا. طيب فهو ده ستراب. طبعا ده مش جوانتي. ده ايه فايدته بقى يا رجالة؟ ده لتمارين السحب. انت الظهر بتاعك اقوى من الساعد بتاعك بكتير. فاحيانا مشكلة بتفشل ليه في تمارين ان انت الساعد بتاعك مش قادر يمسك الوزن اكتر. فانت لما يبقى عندك حاجة زي كده وتلفها حوالين البار وتمسكها فهي شايلة الوزن فانت تقدر تعمل سحب اكتر. فالمشكلة زي ما قلت الساعد ممكن يفشل قبل العضلة فانت ما تفيدش العضلة قوي. فلكن لما يبقى عندك حاجة زي كده تتأكد ان انت لما توصل للفشل العضلي ظهرك هو اللي فشل مش الساعد بتاعك. فدي حاجة كويسة. و what is the other straps? The one? It's next to you. No, not the other like you can throw it like it exploded. Anyways في برضو ده بيبقى برضو عشان تمارين البوش بقى عشان تمارين الدفع. ممكن الساعد بتاعك انا والله عندي مشكلة دلوقتي في الساعد بتاعي. ممكن الساعد بتاعك يبقى مهزوز فمثلا وانت بتعمل بوش لأي حاجة ممكن الساعد يروح كده ودي مشكلة. فده بيخلي بس ان بيقوي الساعد بتاعك يخليه في مكانه يخليه تقدر تطلع كده وبس بيديك stability. وكل ما عندك stability في اي تمرين طبعا انفورما هيقول لك لده في فيديوهات الفورمز بتوعه. كل ما يكون عندك stability كل ما تعرف تخلي التركيز على العضلة. لما تعرف تركز بعقلك على العضلة هتقدر تزق وزن اكتر وبالتالي She probably cares. I mean, this is the good old Dom that we all love and like. Thank you guys. Yeah. I'm happy to be here today. Yeah. It's gonna be good. He just we met him in the cafeteria and we had to film. In French? Spanish. No, do not say something in Spanish. Fuck off. La voy a contar. Shut up. Okay, so Yo también feliz. Say fucking something Spanish. It's your native language, dude. what? He just died. Sorry, I just thought that was funny. Wait, what did you say? Anyway, if you want to go to the gym, you usually want a flat shoes. So either Nike Blazer ده حاجات متدلعين يعني لو انتوا عايزين تبقوا قوي جيم برو. عشان السكوات انت محتاج جزمة تبقى متساوية. يا اما يا اما shut up. يا اما بليزر. Even you're still annoying even with the thing or Converse the one that she's wearing. Anyways
Guys, I'm gonna make you listen to music that I listen to while I'm in the gym. Okay. And you tell me how do you like it. So just give me a minute. That's Do ready. we have to rate it? Yep. Wait. Like out of 10? Is he gonna put the part where I fell in the video? I don't know. I definitely will. Damn. I look, it's so stupid. You always look stupid, buddy. That's Fuck mean. Alkon! I like this one. It makes me want to go like, Yeah. hey. بسيوف أقوى من. Yeah, this will make you left like insane. I like this one. It sounds like German. Yeah. Wait, it sounds like what? It sounds like German. Yeah, it does. I thought it was German. It sounds No! It does. هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد. Okay, that's a 1. What do you think of this one? Well, out of 10? Done. 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 We're filming. Sorry, I was. Out of 10, like, I'd say like a solid 7. I think, yeah, 7.5. Okay, I'm gonna give you the national anthem of Egypt. It's not really the national anthem, but it's like the national anthem. Bro, and you pumped to this? Dude, this shit makes me laugh like insane. Really? وصاد الدنيا هتقولها وخد بعهد تعملها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير واتفرت والنادي عالصعيدي وبناخد البورسعيدي ¡Me gusta esa! والهادي مع السوهاجي 3, 4, ey, 2, 3, 4. لا توصي شو تسوي الدنيا حيسا كده كده ونسمع اللوية يا مجال كلمني على الشارع واحنا ويا بعض هوا واحنا ويا بعض هوا وعملنا كتير. Yeah, that's it. I like that one. Hey! Hey, got it. ما نادي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلة واللي مية مية والنوبل جمال ما توصي شو تسوي الدنيا حيسا كده كده. Okay. One last one. That one is A 9. a 9, for sure. This will make you laugh like insane. This is all like, Drink bench for bench. huh? Yeah. I'm bad at bench, you know that. I've been 12 years ago. I'm gonna cut this. خلف البصر رسمت العلوف بعمق الحجر رأيت الحقيقة خلف البصر. Like, it's more calm, but it's still like, It's like a soldier. yeah. في الطريق وشتت الطريق رفعت الجباه والهمم أزلت الغبار عن وجه الحريق Like that. It's like a marching song. Like a leg day song. I like this song. Yeah, so you go much. to war for like this. Yeah. Yeah. Okay. That's one a like last that song. one, which is the actual Egyptian anthem. So. What, no, What was that? what more do we give to the out of 10? That one? Fuck. Maybe like 7. Maybe 7.5 because it's a solid 7. Yeah, I'll say 7 Yeah. too. Yeah. Cause what I give the first one? 7.5? 7.5. So I give it 7. I think, yeah. Okay. Introducing Domino's new pepperoni stuffed cheesy bread, loaded with pepperoni. Your favorite pizza just got a Oh! new best friend. Boo. Okay. Okay. Stand up. That's the Egyptian anthem. Do you? Do not dance. Can you sing? دي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد وعلى
my bad. You dumbass. I'm sorry. Biladi. Okay, one last one. Like actually, one last one. Yeah, what's it saying, bro? Biladi means my country. My country. Laki Habbi wa Fuadi means you have my love and my soul, my heart. Fuadi. Beautiful. Yeah. The French anthem is about going to war And losing it. Really? Like you always do. No, we don't always do this. No, you always lose it. No, we The don't. Dominican one is about. You God. guys have one? It's God. About De patria y libertad. Dios I patria. love y that libertad. song. Wait, put the Dominican. You should sing it then if you love No, it. I don't know Arabic. I don't care. I know this one. No, I don't. Try to sing it. أدائي صوتهم بعالي وأنا بنشاط. This is so hard. It's hard. قلبت أعدادي بس عادي على سن تشوف يا صديقي الدنيا مش جاية بطل تيجي تعوم على عين انت وعيني. I think like 8. Right now. We didn't hit the point yet. انت نايم منا وضايع وانا طالع من وسط الشارع مش مسحول مع السوشيال ميديا بتعلم ازاي تنبارع. طب اقول لك بس معايا كانت صعب بس معايا سهل كانت جامدة بس معايا سايبة كانت عاقلة بس معايا هبلة. Yeah. I like this one. And the third. 10 out of 10. I give. Yeah, 9. I like the. ومعايا شقاوة كانت حر وعلى قلبي طراوة لما ازعل حبة واخد جنب كانت تيجي وتبص لي الواوا كنت اعطل تملى لي التانك. Okay, that's it. Wait, play the third one again, bro. That was the best. Which one? It was like the. بشرة خير? Yeah. Okay, but we're done filming. I'm gonna play it now, but yeah. Say bye, guys. Bye. Bye, hasta luego, mi gente. Espero que la pasen bien. Cuiden, que se vayan con Dios. Done. Yeah. Fuck you. وبس كده دي الطريقة الكاملة ازاي تبني افضل جسم تقدر عليه في شهر واحد وبس. شكرا على المشاهدة. طيب يا رجالة رجعنا لمصطفى بتاعكم. انا كل الفيديو ده اول فيديو انا اكتبه بسكريبت. انا كان لازم اكتبه بسكريبت عشان في دراسات وفي حاجات كده فما اقدرش اتكلم من ذاكرتي وبتاع مع ان انا بحب ان انا افتح الكاميرا وبس اسولف. نفس الفيديو اللي فات اللي بالمناسبة وصل 9000 مشاهدة اللي هو تسلموا يا رجالة. ده عظمة والله. شكرا قوي. وزي ما قلت لكم اكتبوا انتوا المشتركين رقم كامل. انا شفت واحده كاتبه المشترك رقم 402 حبيبه من عمان المغرب. الحاجات دي حمستني قوي اللي هو والله يا رجاله. وناس كانت كلمتني على الانستجرام والله يعني واتكلمت معاهم وسولفت وبتاع. ف تسلموا يا رجاله. انا بجد متحمس ان انا اكمل معاكم في الطريق ده. وانا اسف انا ادعكت في الاختبار. انتوا ما تعرفوش انا حصل لي ايه في الاختبارات اللي فاتت. انا ادعكت. انا اتمسكت 13 فوق تحت يمين شمال حرفيا. بس يعني انا ممتن ليكم قوي. وبالمناسبه جبت 90 في اختبار الكالكولس 3 بس عشان تعرفوا رافع راسكم. فبس يا رجاله تسلموا وشكرا على المشاهده. بس لسه اطلعوا بره.